ايه اللي يخلي واحد غني عايش في رفاهية يهرب ويدور على الخطر؟ كان المشهد قدامي كأنه بوستر لفيلم حرب قديم، بس الحقيقة إن ده ما كانش فيلم ولا خيال. دي كانت الحقيقة. شاب تايه بيجري، تعبان، جعان، نفسه مقطوع، رافع راسه للسما، مش عارف هو بيستغيث ولا بيودع آخر نفس فيه. نظرته ما كانتش فيها خوف، كانت فيها استسلام، بس استسلام غريب، فيه جمال من نوع تاني. جمال ما بيظهرش غير لما الموت يبقى أرحم من الحياة. في اللحظة دي ما كانش في حاجة تستاهل الصريخ ولا الجري. هو نفسه كان عارف إن الرصاصة الجاية هتبقى فيه هو. في يوتوبيا الموت لعبة، والمشهد مرعب بس ساحر. جيرمينال اللي كانت معاه شهقت. كانت شهقة خوف؟ لأ، كانت شهقة نشوة، إحساس جديد، لعبة إحنا أول مرة نلعبها، اسمها الموت. أنا أنا مش عبد للشيطان ولا تابع لأي دين، بس بحب أكون مختلف. بحب الناس تبصلي وتقول هو ده المجنون اللي الكل بيتكلم عنه. في جرح في وشي سايبه باين، عدسات بيضة في عينيا، سلاسل حوالين رقبتي، سناني ملونة. ده مش منظرة، ده أسلوبي. قريت كل حاجة، جربت كل حاجة. المتعة بقت عاملة زي المية، ملهاش طعم. في يوتوبيا احنا عايشين زي الملوك، بس ميتين من جوه. مفيش حب، مفيش معنى، وكل شاب فينا جواه صوت بيصرخ. احنا عايزين نحس، حتى لو الإحساس ده خوف، حتى لو موت. في ساعة واحدة جربت كل حاجة، عملت كل حاجة، وما كانش في أي حاجة ناقصاني. لارين بتكلمني بعصبية وبتقولي لحد امتى هتفضل كده؟ بتضيع حياتك على الفاضي، الفلوجستين ممكن يموتك. رديت عليها بهدوء، أنا زهقت من كل حاجة، قررت أجرب حاجة مختلفة. عايز أخرج، عايز أجرب الصيد. لارين كانت مصدومة، تقولي الصيد؟ أنت اتجننت؟ أنت عندك كل حاجة. ضحكت وقلت لها وهي دي المشكلة يا لارين، إن عندي كل حاجة. في مكتب الأمن كنت قاعد مع مايك روجرز قائد الأمن وبيولع سيجارة. قلت له أنا حاسس بملل، عايز أخرج برا الأسوار، أجرب الصيد بنفسي. مايك رد عليا بهدوء وقال لي استحالة، الدنيا برا خطر، والأغيار مش دايما هاديين. قلت له انتوا بتقولوا كده كل يوم وفي الآخر ما بيحصلش أي حاجة. مايك قال لي لما الخرفان بتغضب بتبقى أشرس من الوحوش، ومش هسيبك تخرج إلا لو مراد وافق. قلت لنفسي ومراد مش هيوافق، أنا عارف كده كويس. كنا قاعدين وحسينا بهلوسة، نقطة من عبق التاريخ، نقطة من عرق كليوباترا. بعدها محسناش بأي حاجة، خرجنا برا الواقع. الأفكار بتتشرب، النور بيتشم، والخوف بيختفي. أنا عايز أجرب، عايز تذكار. جيرمينال قالت لي بس دي لعبة خطيرة. قلت لها وهو ده المطلوب، الخطر. كلنا عملناها، رياضة صيد الأغيار، كأنها إثبات للرجولة. لبسنا لبس الفقراء، ضربنا راجل وست بطوبة وقعوا على الأرض، اتنكرنا وركبنا الأتوبيس. الكل كان ساكت وتعبان. واحدة قاعدة ورا بتشتم، بتحكي عن وجع عمره سنين، وأنا قاعد بفكر وبستشعر القبح والألم والريحة والزحمة. كل ده كان قرفني، بس لأول مرة حسيت إني عايش. في السوق كانت الدنيا تراب، ريحة عرق، دخان، أكل شكله غريب. الناس هناك مش عايشين، بس بيتظاهروا إنهم لسه عايشين. فجأة شفت بنت ماشية لوحدها، سبت جيرمينال ومشيت وراها. ابتسمت لها واتكلمت معاها، وفجأة قمت ضاربها ووقعت على الأرض. جيرمينال وصلت، عينيها كان فيها رعب مش طبيعي. شفتها قلت لها يلا نرجع، هكلم أبويا يبعت حد يلحقنا. بس في صوت جه من الضلمة، دول مش من هنا، دول من يوتوبيا. لفينا حوالينا، لقينا عيون كلها غضب، عيون جعانة، بس مش جعانة للأكل، جعانة لينا إحنا. الدنيا اسودت، وأنا لأول مرة حسيت إن الخطر الحقيقي مش برا يوتوبيا، الخطر الحقيقي جوايا أنا. لو عايز تتابعنا تتفرج على كل جديد، اضغط على سبسكرايب وفعل زر الجرس.